ابطال جريد 5 عاملين ايه؟ اهلا بيكم في سيشن جديده. احنا خلاص خلصنا كونسبت 1. النهارده هنكون بنبدا في كونسبت 2، وكونسبت 2 هيتكلم عن حاجه اسمها the energy flow in an ecosystem. يعني ايه يا مستر كلمه ايكو سيستم؟ احنا عارفين من جريد 4 كلمه ايكو سيستم يا مستر هي any area consists of living organisms أو contain living organisms أو and non-living things. يبقى أي مكان بيبقى فيه living organisms و non-living things بقول عليه يا مستر ايكو سيستم. زي مين يا مستر؟ زي الديزرت، زي الاوشن، زي السي، زي الفورست. كل دولت بيبقى فيهم living organisms كائنات حيه، زي الهيومن، زي البلانت، زي الانيمال. ونون ليفنج ثينجز زي الاير، الووتر، الوود، البلاستيك، والحاجات دي كلها بقول عليها نون ليفنج ثينجز. نون ليفنج ثينجز. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه كلمه ايكو سيستم. طب يا مستر كلمه فلو يعني يا مستر؟ كلمه فلو يا مستر ايكوال كلمه موف. كلمه فلو ايكوال كلمه موف. يبقى تاني الكونسبت تتكون ان الانرجي الطاقه، واحنا طبعا عارفين ان احنا بناخد الانرجي بتاعتنا من الاكل، من الفود، ان الانرجي يا مستر فلو بتتدفق او بتمشي في الايكو سيستم، ان الطاقه يا مستر بتتحرك. هل يا مستر فعلا الطاقه بتتنقل من ليفنج اورجانيزمز لليفنج اورجانيزمز تاني؟ ازاي؟ هنعرف دلوقتي. خلينا في ليسون 1 كونسبت 2 يونت 1. اول حاجه هنقول عليها ان الانرجي يا مستر كان فلو او اور كان موف، بتتنقل يا مستر ثرو ان ايكو سيستم. وعرفنا يعني ايه ايكو سيستم. From plant to animal and also between animal when they eat each other. يعني يا مستر احنا عرفنا من المره اللي فاتت ان البلانت هو الليفنج اورجانيزمز الوحيد اللي بيعرف يعمل الاكل بتاعه من خلال يا مستر عمليه اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس. فوتوسينثيسيس بروسيس. طب يا مستر عشان البلانت يعمل العمليه دي محتاج ايه؟ محتاج انرجي. بياخد الانرجي منين؟ بياخد الانرجي من الصن. يبقى اول مصدر للانرجي اللي بنقول عليه البرايمري سورس اوف انرجي هي الصن. اول حاجه بتدينا انرجي هي الصن. مين اللي بياخد الانرجي دي يا مستر؟ البلانت. البلانت بياخد الانرجي من الصن عشان يقدر يعمل عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس فيعمل الفود بتاعته. طيب حلو، يبقى كده الانرجي يا مستر اتنقلت من الصن وراحت للبلانت. بس كده مستر وقفت عند البلانت؟ لا، مش في بعض الاليمنت يا مستر بتاخد البلانت، زي مثلا الماوس مثلا. اول ما الماوس ياكل البلانت كده الانرجي يا مستر هتتنقل من البلانت هتروح للماوس. بعد كده يجي حيوان تاني ياكل الماوس، وهكذا الانرجي تفضل تتنقل 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 خلال الايكو سيستم. وهي دي اول جمله لازم نعرفها، ان الانرجي يا مستر بيحصل له فلو، بيحصل له موفز يا مستر ثرو ان ايكو سيستم. امتى يا مستر او منين لمنين؟ طبعا الاول من الصن، بعد كده للبلانت، وبعد كده للانيمال، وبعد كده between الانيمال. عرفنا يعني ايه ايكو سيستم. قلنا الديفينيشن هو area contains living organisms and non-living things. وعرفنا الفرق بين الليفنج organisms والنون ليفنج things. طيب تعالى يا مستر هنتكلم على حيوان او طير من الطيور يا مستر المفترسه يا مستر اللي بنسميها مستر الهوك. هاو هوك، هو ده الهوك، ده شكل الهوك يا ولاد، الصقر. بيقول لك هاو هوكس جيت انرجي ان ان ايكو سيستم. ازاي يا مستر هوك بياخد الانرجي بتاعه؟ بص، اي انيمال او اي هيومن بياخد الانرجي بتاعه لما ياكل. يعني انت عايز انرجي، روح كل عشان يجي لك الانرجي. نفس الكلام الهوك يا مستر، الصقر ده مستر، الصقر ده سوري، هيجي له الانرجي منين؟ لما ياكل. تعالى بقى نشوف الهوك بياكل ايه. زي ما قلنا ان الهوكس يا مستر، من الصقور يا مستر، جيت انرجي فروم فود، بتاخد الانرجي يا مستر من الفود، من الاكل. طب الهوك بياكل ايه يا مستر؟ بياكل حاجات كتير يا مستر، زي المايس، زي السنيكس، زي الفيش، زي الرابت، زي السمول جراوند انيمالز. يبقى لما يقول لك الهوكس يا مستر ايت وات، عندك كميه انيمال هو يا مستر بياكلهم الهوك، واول ما ياكلهم يا مستر بياخد منه الانرجي. طب معلومه تانية، الهوكس don't eat plant. يبقى احنا عرفنا ان الهوك يا مستر بياكل انيمال، دي يعني تايبس معينه
سبيشال تايبس معينه من الانيمال، بس مش بياكل بلانت، بس مش بياكل ايه؟ بلانت. but they eat animal who eat plant، بس هو بياكل الانيمال اللي بياكل البلانت. يبقى تاني يا مستر، الهوك نفسه ما بياكلش البلانت، الهوك نفسه ما بياكلش البلانت، بس بياكل الانيمال اللي بياكل البلانت، بياكل الانيمال اللي بياكل البلانت. زي مثلا يا مستر ان الرابت مثلا هياكل البلانت، فيجي الهوك ياكل الرابت اللي كل البلانت، فاهمين؟ يبقى كده مثلا لما نيجي نعمل، يبقى كده الانرجي اتنقلت من الصن راحت للبلانت، وبعد كده مين اللي كل البلانت؟ مثلا الرابت، فالرابت جاله الانرجي من البلانت. طيب الرابت مين اللي هياكل الرابت؟ الهوك، يبقى الهوك هياخد الانرجي اللي كانت موجوده في الرابت. فتاني نقول المعلومه دي ان الهوك يا مستر don't eat the plants but they eat animals who eat plant so they also depend on the plant for energy. وكده برضو بيعتمد على البلانت اللي هو ياخد الانرجي. بس اعتماده على البلانت يا مستر هو دايركت ولا ان دايركت؟ يعني لو جالي سؤال في الامتحان وقال لك ان الهوك depend on plant to get energy، ان الهوك بيعتمد على البلانت عشان ياكل الانرجي، في طالب يتسال يقول لك غلط يا مستر، الهوك ما بياكلش بلانت فهو مش بيعتمد عليها. اقول لك لا، الهوك بيعتمد على البلانت. طيب ازاي يا مستر؟ ما انت لسه قايل من شويه من دقيقه بسيطه ان الهوك يا مستر مش بياكل البلانت. اقول لك اه، بس قلت لك برضو بعديها ان الهوك بياكل الانيمال اللي بياكل البلانت، يبقى كده بيعتمد على البلانت اه، بس بطريقه دايركت ولا ان دايركت؟ طبعا بطريقه ان دايركت. انا في السؤال ما حددتش دايركت ولا ان دايركت، انا قلت لك على طول هل الهوك بيديبند اون، بيعتمد على البلانت عشان ياخد الانرجي تو جيت انرجي؟ طبعا هتقول لي ترو، طبعا هتقول لي ترو، بس انت عارف ان هو بيعتمد عليها بطريقه ايه؟ indirect، غير مباشره، غير مباشره. It has a few predator زي ما خدناه في جريد 4، احنا قلنا عندنا نوعين اللي هو البريديتور والبري. البريديتور ده الحيوان المفترس اللي بياكل، البري دي الفريسه. زي مثلا لو انا عندي كات ودوج، لو انا عندي كات ودوج، مين اللي بياكل؟ الدوج، يبقى الدوج ده بقول عليه بريديتور. مين اللي بيتاكل؟ الكات، فالكات اقول عليها بري. يبقى اقول لك it has a few predator، في بعض الفرائس يا مستر زي الايجل or other hawks يبقى دولت الايجلز والهوك يا مستر، النسر والصقر، دولت بقول عليهم بريديتور، بقول عليهم ايه؟ بريديتور، اللي هم الحيوانات او الطيور المفترسه يعني. بيقول لك بقى what happened when the hawk died؟ ايه اللي يحصل يا مستر لما الهوك بيموت؟ احنا عرفنا ان الهوك لما بياكل يا مستر اي انيمال تاني فبياخد الانرجي اللي جوه الانيمال. طيب احنا نتخيل ان الهوك دلوقتي يا مستر كل الرابت، فالانرجي اتنقلت من الرابت وراحت للهوك. طيب لما الهوك ده يموت يا مستر، لما يحصل له داي، الانرجي اللي جواه دي هتروح فين؟ تعال نشوف مع بعض. بيقول لك يا مستر الديكومبوزس هيتحلل. اي حد لما بيموت، اي انسان او حيوان يا مستر لما بيموت يا مستر بيحصل له حاجه اسمها عمليه الديكومبوزيشن، عمليه التحلل، ان اللحم يا مستر بتاعه بيتحلل مش بيفضل غير العظم. بيقول لك اول حاجه الديكومبوزس هيتحلل اند اتس انرجي، والانرجي اللي كانت فيه الانرجي بتاعته هيحصل لها مستر هتضيع؟ لا، هيحصل لها از returned to the soil، هترجع تاني للسويل، هترجع تاني للسويل، ودي حاجه تعرفنا ان الانرجي مش بتضيع. يبقى التاني ايه اللي يحصل يا مستر لما الهوك يا مستر يحصل له داي؟ اول حاجه يحصل له ديكومبوزس، البادي بتاعه يحصل له ديكومبوزس هيتحلل، وبعد كده اتس انرجي، الانرجي اللي جواه يحصل لها ريتيرند تو ذا سويل، هترجع تاني للسويل اللي هي التربه عشان يقدر يستفيد بيها البلانت. واي دو انيمال ايت؟ الحيوانات يا مستر بتاكل ليه؟ زي ما قلنا من الاول ان اي انيمال او اي هيومن يا مستر محتاج الفود يا مستر عشان يقدر يحصل على انرجي، عشان يقدر يحصل على ايه؟ انرجي، برافو عليك. يبقى الانيمالز نيد تو جيت انرجي باي ايتنج فود. الانيمالز والهيومن بياخدوا الانرجي من خلال اللي هم بيعملوا ايتنج للفود. وزي ما قلنا من شويه مين هو البرايمري سورس اوف انرجي؟ هو طبعا الصن. البرايمري سورس اوف انرجي هو طبعا الصن، او اللي بنقول عليها the energy will get
originally يعني بتيجي يا مستر comes from the sun. طب تعالى نشوف بعض النوتس يا مستر. بيقول لك an ecosystem is a community. الايكو سيستم ده عباره عن كوميونتي، مجتمع that provides بيدي ايه بقى؟ الايكو سيستم ده فايدته ايه يا مستر في حياتنا؟ الايكو سيستم ده اول حاجه بيدينا الفود. يبقى اول حاجه يا مستر الايكو سيستم بيدينا الفود. تاني حاجه بيدينا الووتر. تالت حاجه يا مستر بيدينا الشلتر. فيجي السؤال يا مستر، هل الايكو سيستم ده important to the living organisms؟ او هل هي حاجه يا مستر مهمه جدا للكائنات الحيه؟ طبعا، عشان الايكو سيستم بيدي ايه يا مستر؟ بيدينا اول حاجه الفود، الاكل اللي احنا بناكله. كمان بيدينا الووتر، الميه اللي احنا بنشربها. كمان بيدينا الشيلتر، المسكن اللي احنا نقدر نسكن فيه. فطبعا الايكو سيستم دي حاجه مهمه جدا 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 because it provides us بيدينا food water and shelter. طبعا بيديها لكل living organisms اللي بتعيش فيه. زي ايه يا مستر الايكو سيستم؟ قلنا زي الاوشن، دي ممكن اقدر اقول عليها ايكو سيستم. زي الرين فورست، الغابات. زي الديزرت، زي التندرا. وخدنا كمان التندرا في جريد 4، عرفنا دي عباره عن صحراء بس طبعا ثلج جدا جدا جدا. يبقى عرفنا حاجات من الايكو سيستم، امثله من الايكو سيستم، وعرفنا الايكو سيستم يا مستر بيدينا ايه. طيب تعال نشوف يا مستر another examples of the energy flow in ecosystem. اول حاجه يا مستر عندنا الكاريكال، برضو خدناها في جريد 4. حاجات كتير قوي خدناها في جريد 4 بنتذكرها، اللي هو بنقول عليه القط البري. هو نوع من انواع القطط يا مستر، هو اضخم شويه من القط واقل شويه من النمر يعني. بيقول لك بياكل الماوس، يبقى الكاريكال بياخد الانرجي بتاعته من الماوس. طب الرابت يا مستر، الرابت بياكل الجراسز اللي هي الاعشاب. طيب البيردز يا مستر، الطيور بتاكل ايه؟ باترفلايز اند وورمز. كلمه وورمز دي عباره عن هي ديدان. الديدان هو حيوان، يعني هي حاجه بتبقى رفيعه قوي قوي قوي، موجوده في التربه يعني، فلازم نحفظها. اوكي، لازم نحفظ كل ده. يبقى لما اقول لك يا مستر الكاريكال يا مستر، الكاريكال بيحصل على الانرجي منين؟ بيحصل على الانرجي لما ياكل الماوس، عشان هيسالك فيه. طب الرابت بياكل ايه؟ الرابت بياكل الجراس. طب يا مستر البيردز بتاكل الباترفلاي اند وورمز. وقلنا الورمز دي عباره عن ديدان صغيره كده بتبقى موجوده في السويل. وبكده نكون خلصنا ليسون 1 من كونسبت 2 يونت 1، وفهمنا يعني ايه انرجي، وازاي الانرجي بيحصل لها موف او بيحصل لها فلو ان ان ايكو سيستم. وفهمنا يعني ايه ايكو سيستم، واتكلمنا عن نوع من انواع الطيور، وهو كان طيور بتاكل الانيمال يعني، اللي هو الهوك. وعرفنا بياكل ايه وبياخد الانرجي بتاعته من ايه. وخدنا كمان ايه الفرق بين البريدتور والبري. خلينا نكون بنذاكر مع بعض. وما تنساش لو انت لسه مش عامل اشتراك على القناه، انزل دلوقتي اعمل اشتراك على القناه عشان يوصل لك كل جديد. شير الفيديو ده مع زمايلك عشان كله يستفاد. وما تنساش ان الساينس از فان فور ايفري ون. باي باي.